في الفترة ديال الاستعمار وبالضبط سنة 1949 انتشر الخبر ديال أشهر جزار اللي نشر الرعب في مدينة مراكش، وكان من أخطر الناس اللي تعاملوا مع المستعمر وصفاها بزاف ديال المناضلين، عمر الجزار أو الملقب بولكبود. عمر كان من أسرة مغربية، الأب ديالو جزار وكان كيعاونو في المحل، كيطحن ليه الكفتة وكيصايب ليه الطواجن ديال اللحم. منين كان صغير وهو كيتعلم الصنعة ديال الأب ديالو حتى كبر. وفي هاد الفترة اللي كانت فيها فرنسا مستعمرة المغرب، كانوا بزاف ديال الناس كيجيو عندو المحل، خصوصا الفرنسيس، وكان تيجي عندهم واحد الضابط فرنسي معروف، كان كيجي كيتقدم عندهم اللحم وياكل عندهم الكفتة والشوا، وكان كيجلس مع عمر الجزار وكيدي وكيجيب معاه في الهضره نهار على نهار حتى تكونت بيناتهم صداقه. وفي هذا الوقت كانوا بعض الناس اللي خونه كيبرقوا وكيوصلوا الهضره، منهم عمر الجزار. غادي يولي برقاق، وغادي تولي اي حاجه كتوقع او اي هضره كدور عنده في المحل كيوصلها لهذا الضابط الفرنسي. واحد النهار قال لي هذا الضابط بغيتك تخدم عندي، وعمر بطبيعه الحال ما غاديش يبغي يمنع عليه هذه الفرصه. فعلا داكشي اللي دار، ولا خدام عنده في المنزل ديالو ومقابل ليه واحد المزرعه، واي حاجه وقعات في المزرعه اولا في السوق عمر كيوصلها للبوليسي في البلاصه، حتى ولا مقرب ليه بزاف، ولا كيكلفو بزاف ديال الخدامي، واي حاجه كيقولها ليه كيديرها مقابل الفلوس. مع الوقت عمر بدا كيكبر وبغى يكون مستقل على الاب ديالو، بغى يدير مشروع خاص. مشى عند هذا الضابط وقال ليه بغيت ندير محل ديال تكزارت وبغيتك تعاوني. الضابط الفرنسي وافق وقال ليه انا غادي نشوف لك مع واحد صاحبي فرنسي هو اللي غادي يعاونك ويعطيك الفلوس باش تبدا، ولكن انت غادي تبدا ترجع ليه بشويه بشويه. وفعلا داكشي اللي دار. شافوا ليه واحد الكراج في المدينه القديمه في مراكش، في واحد البلاصه اللي كان فيها الرواج بزاف، تفاهموا مع مولاه وخداو داك الكراج وبداو كيشريو في الماتيريال. شراو الطحانه ديال الكفته والثلاجه، وعمر كان الوحيد اللي عنده الثلاجه في ديك الوقت. صافي موراها عمرو المحل باللحم وقدوه مزيان، وبدا عمر الخدمه ديالو. في الاول كان كيتعامل غير مع الفرنسيين، ومع الوقت بدا كيتعرف ولاو كيجيو عنده حتى المغاربه، واي حاجه كيبغيوها كيقدها ليهم مزيان. اللحم، الكفته، الكبده، الناس كانت كتمشي فرحانه، خصوصا انه دار ثمن مناسب وناقص مقارنه مع الجزاره الاخرين. من بعد بدا كيوسع المحل ديالو وبدا كيدير الشوايه وكيصايب الطواجن، ومنين كثر عليه الشغل دخل واحد الشاب باش يعاونو. وهنا غادي يولي بولكبود معروف، اللي كان عنده شي عرس او مناسبه كيعيط ليه باش يتكلف ليه بالماكله، ولاو كيعيطوا ليه الناس الكبار والاعيان ديال مدينه مراكش. واحد النهار واحد الجار ديال بولكبود تضجر من الريحه ديال الشوا والدخان اللي كانت كتطلع ليه للدار ديالو، وزيد عليها حتى الريحه ديال الزبل ديال اللحم. قال ليه لقى لينا شي حل، هذا الشيء راه ماشي معقول. بولكبود ما بغاش يتفاهم مع داك السيد وقال ليه انا ما عندي ما ندير لك. المهم هذا الجار كل نهار كان كيجي كيتشكى ووالو بولكبود ما كانش مسوق ليه. بقى داك السيد صابر حتى لواحد النهار مشى شكا به عند البوليس الفرنسيس، وبحكم ان الفرنسيس كانت عندهم علاقه مع عمر الجزار ما قداو ليه حتى شي حاجه. دازت واحد المده وهذاك الجار ما بغاش يسكت على حقه. واحد النهار مشى هو ولدو ودابزو مع بولكبود. بولكبود وداك الشاب اللي كان خدام معاه الزوج نوا وبداو كيخلعوا فيهم باش يمشيو. تجمعوا الناس والجيران وجاو فكوهم. المهم بقاو على هاد الحال كل مره كيدابزوا، والحقد غير ما كيزيد بيناتهم، حتى لواحد النهار هذاك الجار مشى يتشكى الناس ديال المقاومه. وفي داك الوقت اي واحد كان عنده شي مشكل كيمشي عند المقاومه باش يلقاو ليه شي حل. مشاو عند بولكبود وهضروا معاه وقالوا ليه حشومه عليك هادشي اللي كدير. قال لهم انا ماشي سوقي حتى واحد ما عنده الحق انه يقطع ليا الرزق ديالي، وانا غادي نبقى هنايا. المهم داروا معاه جميع المحاولات وما كانت حتى شي نتيجه. وهنا بولكبود والشاب اللي معاه غادي يبداو يفكروا في شي طريقه باش يصفيوها لهذا الجار، لان برزتهم بزاف وبغاو يتهناو من الصداع ديالو. كانوا عارفين باللي هذا الجار كان ديما تيخرج باش يصلي الفجر. بداو كيخططوا واتفقوا انهم يتعرضوا ليه منين يكون راجع من الجامع.
فعلا داكشي اللي داروا واحد الليله، بقاو متربصين به حتى كان راجع، شدوه بجوج وخنقوه وصفاوها ليه، داروه في واحد الميكا ودخلوه للمحل ديال الجزاره. وباش يتفكوا من هاد الشيء بداو كيفصلوا الجسم ديالو، حيدوا اللحم بوحدو والعظام بوحدهم. لغد ليه ولاد هذاك الجار شافوا باهم اختفى وما بقاش ليه الاثار، وعرفوا بان وقعت ليه شي حاجه، وبطبيعه الحال غادي يشكوا في الجزار هو اللي من مور هذا الشيء بحكم الخلافات اللي كانت بينهم ديما. فمشاو عند البوليس الفرنسيس وشكاو به. جاو عنده البوليس للمحل، وحيت هو برقاق ديالهم ما داروا معاه حتى شي حاجه، مشاو في حالهم وتصد الموضوع. وبولكبود بدا تيبيع اللحم ديال الجار ديالو كفته مخلط مع اللحم ديال البقر، بدا كيبيعو للناس، وحتى شي واحد ما رد البال بان هذاك اللحم مختلف. بولكبود هو والمتعلم ديالو تفاجئوا كيفاش الناس ما دات ما جابت في هذا الشيء، وهنا غادي تطيح عليهم فكره شيطانيه. قالوا علاش ما نبقاوش نخلطوا اللحم ديال بنادم مع اللحم ديال البقر ونزيدوا نربحوا. وفعلا داكشي اللي داروا، بداو كيخرجوا في الليل، واللي لقاوه في داك الوقت كيتكيوه وكيديوه للمحل وكيطحنوه كفته تماما بحال اللي داروا لهداك الجار. كيشدوا اي واحد، مرأة راجل دري صغير، اللي لقاوه ما كيعقلوش عليه. المهم الطمع عمل ليهم العينين بجوج، خصوصا ملي يعرفوا ان الناس ما كتردش البال للحم اللي مخلط، والكليان غير ما كيتزادوا نهار على نهار. بقاو مستمرين في هاد الجرائم ديالهم، الصباح كيخدموا في المحل وفي الليل كيخرجوا يقلبوا على الضحايا. حتى لواحد النهار واحد السيده فرنسيه كليانه ديالهم كانت ديما كتقدم من عندهم، جات كيف العاده شرات اللحم والكفته ومشات للدار وعطات داكشي للخدامه باش طيبهم في الغدا. الخدامه بدات كتقلب داكشي شويه وهي كتلقى صباع ديال دري صغير وسط الكفته، بدات كتغوت ومشات كتجري قالت هذيك السيده الفرنسيه. وفي البلاصه مشات هاد السيده كتجري عند البوليس وعاودت ليهم شنو وقع. البوليس تخلعوا ومشاو عنده المحل. هذيك السيده مشات عند واحد الصحفي فرنسي وكتب مقال على هاد الشيء اللي وقع، وكتب بانه كاين واحد الجزار اللي كيبيع اللحم ديال البشر مخلط مع اللحم ديال البقر. الخبر اللي كان صادم ودار ضجه في مدينه مراكش كلها. فاش مشاو البوليس عند بولكبود مشاو كيقلبوا المحل ديالو، منين حلوا الثلاجات لقاوهم عامرين بالريوس والعظام ديال بنادم. داكشي ما فيه ما يتشاف. هزوا بولكبود والمتعلم ديالو وداوهم للحبس. هادشي اللي وقع دار صدمه كبيره للساكنه ديال مراكش. الصحافه بدات كتكتب، والناس اللي كانوا اختفوا ليهم ولادهم وحبابهم عرفوا باللي راهم تقتلوا على يد بولكبود. ولا كلشي خايف صغير وكبير، ولات فضيحه في المغرب كامل. دازت واحد المده ووصل الوقت ديال المحاكمه، وفرنسا كانت باغا تحكم على هاد جوج مجرمين غير بالمؤبد لانهم كانوا برقاقه ديالها. لكن المقاومه كانت كتحاول تضغط على الفرنسيس باش يحكموا عليهم بالاعدام. في الاول حكموا عليهم بالاعدام غير باش يسكتوا الناس، ولكن من بعد فاش جا حكم الاستئناف غادي يرجعوا ويحكموا عليهم بالمؤبد فقط. بولكبود والخدام ديالو ما سالتش القصه ديالهم هنايا. الحبس كان عامر غير بالمقاومين المغاربه، وكيف العاده حيت هو خائن كان كيوصل الهضره لفرنسا. اي حاجه وقعت في الحبس ولا اي هضره دارت بين المقاومين والخطط ديالهم كيمشي وكيوصلها ليهم، واي واحد طلبت منه فرنسا يصفيها ليه كيصفيها ليه وسط الحبس. قتلوا سياسيين ومناضلين مغاربه ابرياء ما كيرحموا حتى شي واحد، ولات عنده الموت بحال الماء. بقى على هذا الحال حتى دخل للسجن المناضل المغربي حمان الفطواكي. هنا فرنسا بدات كتوجد باش تغتال حمان الفطواكي وسط السجن، وطلبت من بولكبود هو اللي ينفذ هذه العمليه. وفعلا بولكبود والصديق ديالو بداو كيخططوا نهار على نهار حتى تمكنوا من الاغتيال ديالو بلا ما يشوفهم حتى شي واحد. ولا بولكبود هو اللي كيتحكم في الحبس كيف بغى، ولا هو اليد اليمنى ديال فرنسا. دازت سنين وسنين والمغرب شد الاستقلال ديالو. فرنسا خرجت من المغرب والاغلبيه ديال الخونه اللي كانوا خدامين معها هربوا، ولكن بولكبود بقى في الحبس وما تسوق ليه حتى واحد. وهنا غادي يطلع معاه اكبر قالب. بقى تما مدلول في الحبس حتى كبر في العمر وحتى واحد ما داها فيه. بقاو الناس كيضربوه وكيتعداو عليه وكيستهزئوا به حيت فرنسا خوات به، وهو كان عنده امل انها غادي تخرجوا من الحبس. وبطبيعه الحال هذه هي النهايه ديال الخونه، وبقى تما حتى مات.
والغريب في الامر انه حتى واحد الى يومنا هذا ما عرف شحال قتل بالكبود ديال الضحايا من اطفال وشيوخ وشباب ومقاومين.